أكلمك النهاردة عن نظرية نفسية اسمها نظرية المروحة. أيوة، المروحة اللي عندنا في كل البيوت. المروحة دي مش بتخلق الهواء، لا، هي كل اللي بتعمله إنها بتحرك الهواء. يعني المروحة دورها الوحيد إنها بتحرك الهواء الموجود أصلا، يعني هي مش بتجيب هواء من عندها. وأنت بتحس بالانتعاش بعد ما بتحرك الهواء، بتستمتع بالجو. نفس النظرية دي في حياتك، مبررات السعادة موجودة طول الوقت حواليك. أيوة، أنت بس مش حاسس بيها. عارف ليه؟ عشان اتعودت عليها، أو مش واخد بالك منها أصلا. عارف أنت لو قمت دورت في كل زاوية من زوايات حياتك، صدقني هتحس بكرم ربنا، وهتلاقي 100 سبب يخليك تعيش سعيد. ممكن يكون عندك صحة كويسة، الحمد لله. ممكن يبقى عندك راحة بال، ممكن يبقى أصدقاء مخلصين، موهبتك تبقى متفردة، ممكن تكون انت بتفتح باب خير للآخرين. يعني الحياة عندك مليانة، بس اعمل زي المروحة، ابحث عن زوايا الخير والنعمة الموجودة عندك. قوم ابحث، هتلاقيها مليانة في حياتك. حرك النعم حولك عشان تحس بالانتعاش وتستمتع بالحياة. يا راجل، استمتع بالدقيقة اللي انت عايشها، استمتع بالنعم الكتيرة اللي انت مغمور فيها. مش فكرة يعني فلوس ولا جاه ولا منصب، لا، راحة بال. ربنا لما قال ولسوف يعطيك ربك فترضى، الرضا. حبيت انبهك الى نظرية المروحة، لا تاخد بالك منها. تحياتي وشكرا.